هتلعب تاني يا حمادة ولا شطبت؟ لا أنا لسه معايا فلوس، العب وريني نفسك. أوريك نفسي إيه يا ابني؟ أنت خسران لحد دلوقتي 10,000 جنيه. طب العب العب. ما كنتش عارف ليه الحظ كان معاندني يومها. أنا خسرت كتير قوي. بدأت أحس إن الفلوس دي ملعونة بجد. أحس إيه؟ الفلوس دي لازم تكون ملعونة فعلا، ما هي ما جاتش بالساهل برضه. أنا فادي فيكتور، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي الليل. جاي لكم النهارده بقصة من كتابة وإعداد شادي إسماعيل. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تسمعني وعجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. وكمان ما تنساش تشترك في جروب حكاوي الليل على الفيسبوك، هتلاقيني سيب لك لينك الجروب في الوصف والكومنت المثبت. ومن غير بقى ما أطول عليكم، يلا نبدأ حكاية جديدة من حكاوي الليل. كنت قاعد مع خطيبتي في المطعم لما لقيت تليفوني بيرن. بصيت على الشاشة وبعدها رديت على طول. فؤاد بيه، ازيك يا ريس؟ الحمد لله، ازيك يا حسام باشا؟ تمام يا ريس. في جريمة قتل حصلت ومحتاج سعادتك هنا. ابعت لي العنوان وانا هتحرك حالا. ماشي يا باشا. خدت العنوان وقفلت معاه، وبعد ما نزلت التليفون لقيت خطيبتي بتبصلي وساكتة، كان باين عليها الزعل. حطيت التليفون على الترابيزة بهدوء. انا بقول لها ده حسام، كان بيقول لي ان في جريمة جديدة، مش كده؟ ايوه حبيبتي، ما انت عارفة الشغل. اتفضل روح يا فؤاد. لا مش هروح طبعا وانت مكشرة كده. يعني هتقولهم يشوفوا حد تاني يحل القضية غيرك؟ ابتسمت وانا بقول لها لا ما ينفعش، بس يعني في كل الأحوال هتمشي، يبقى ما تشغلش بالك بقى، روح شوف القضية لو وراك وأنا هروح. يا حبيبتي أنا مش عايز أمشي وأنت زعلانة كده. طب أقول لك على حاجة، هعوضها لك بكرة إن شاء الله، وهخرجك خروجة حلوة قوي أحلى من دي كمان. طيب يا فؤاد لما نشوف. ابتسمت ابتسامة واسعة ومديت إيدي ناحيتها وأنا بقول لها في حد يبقى حلو كده هو زعلان؟ ابتسمت ابتسامة رقيقة وهي بتقول طب يلا عشان تلحق شغلك. خرجنا من المطعم ووصلتها في طريقي. بعد كده اتحركت على العنوان اللي خدته من حسام، وأول ما وصلت لقيت عربية إسعاف وكام عربية شرطة كانوا واقفين قدام العمارة، والبواب كان قاعد تحت. قربت منه وساعتها قام وقف في مكانه وأنا سألته الجريمة في أنهي شقة؟ الدور الرابع يا بيه، اتفضل. اتحرك قدامي وفتح باب الأسانسير. دخلنا احنا الاتنين، وأول ما وصلنا الدور الرابع وخرجت من الكابينة شفت عساكر واقفين في الدور، ولقيت حسام واقف مع واحد وبيتكلم معاه. قربت منهم وأول ما شافني مد إيده وهو بيقول فؤاد باشا، ده حمدان على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا حسام، قول لي إيه اللي حصل؟ ست كبيرة سعادتك لها واقعة على الأرض وقطع النفس. مين اللي بلغ؟ أستاذ إبراهيم جوز بنتها. قال كده وهو بيشاور على الشخص اللي كان واقف معاه. بصيت له وبعدين قلت له البقاء لله. رد عليا بحزن ونعم بالله. بصيت ناحية الشقة وبعدين قلت لحسام أنا هدخل عاين مسرح الجريمة وبعدين هرجع لك. اتفضل يا فؤاد بيه. دخلت الشقة وكانوا أفراد المعمل الجنائي بيرفعوا البصمات. الصالة كانت أول حاجة لما تدخل من الباب، وفيها أنتريه على جنب وفي الحيطة اللي في الوش شاشة تلفزيون. مشيت خطوتين لكن وقتها واحد من أفراد المعمل الجنائي قال لي خلي بالك يا باشا عشان آثار الدم. بصيت تحت رجلي لقيت خطوات بالدم، والخطوات دي أثرها جاي من الأنتريه. مشيت بشكل متوازي جنب الخطوات لحد ما وصلت للأنتريه، وساعتها شفت منظر بشع. الضحية كانت واقعة على الأرض وحواليها بركة دم. قربت من الجثة أكتر وكان الطبيب الشرعي قاعد جنبها وبيفحصها. قربت منها وبصيت عليها واكتشفت وقتها إن في طعنات كتير في بطنها. رفعت راسي وبصيت للطبيب الشرعي وسألته سلاح الجريمة موجود؟ هز راسه بالنفي وهو بيقول للأسف القاتل خده معاه قبل ما يهرب.
في اللحظة دي سمعت صوت دوشة. بصيت لمصدر الصوت، لقيت شاشة التلفزيون مفتوحة على قناة مسلسلات، ولاحظت إن على الترابيزة كوبايتين شاي، لكن الاتنين مليانين زي ما هما، وكأني محدش شارب منهم خالص. واضح جدا من مسرح الجريمة إن القاتل يعرف الضحية كويس جدا. سبت المكان ومشيت ناحية الأوض، واللي كانت موجودة في طرقة على شمال الصالة. مشيت في الطرقة ولاحظت إن في آثار دم على السجادة. على يميني كان المطبخ وبعده بخطوتين الحمام. أما في الوش فكان فيه 3 أوض، أوضتين يمين وشمال وأوضة في نهاية الطرقة مباشرة. دخلت الأوضة اللي على اليمين، لقيتها عبارة عن أوضة أطفال فيها سريرين ودولاب ومكتب صغير على مجموعة كتب. لكن خدت بالي إن الدولاب مفتوح والهدوم كلها على الأرض، وحتى السريرين كانوا متبهدلين. واضح إن القاتل شال المراتب ودور تحتها. خرجت من الأوضة دي ودخلت الأوضة اللي في وشها، لقيت فيها سرير واحد ودولاب، وكانت برضو متبهدلة بنفس الشكل. ولما دخلت الأوضة التالتة عرفت على طول إنها أوضة النوم. السرير الكبير والدولاب الضخم بتاع زمان بيأكد إنها أوضة النوم. الدولاب كان مفتوح وكل اللي فيه على الأرض، هدوم وفوط وملايات، ما كانش فيه حاجة جوه الدولاب حرفيا. قربت من الدولاب ووقتها شفت علبة قطيفة مرمية على جنب. قربت منها لقيتها فاضية. بصيت ورايا لقيت الكومودينو اللي على اليمين واللي على الشمال الاتنين أدراجهم مفتوحة. لحد دلوقتي الواضح من مسرح الجريمة إنها بدافع السرقة، بس يا ترى السرقة فعلا هي الدافع الحقيقي ورا الجريمة، ولا القاتل عايز يوهمنا بكده؟ ده اللي هعرفه لما أتكلم مع الموجودين وأشوف تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي. خرجت من الأوضة ورجعت مرة تانية للصالة. كان حسام لسه واقف ومعاه إبراهيم جوز بنت الضحية. قربت منهم وساعتها سألت إبراهيم: أستاذ إبراهيم، أنا مقدر طبعا الحزن اللي أنت فيه، بس أنا محتاج أعرف شوية بيانات عن الضحية، حمات حضرتك. تمام يا فندم. هي اسمها فتحية عبد العاطي، عندها 60 سنة، ملهاش غير بنتها وحيدتها اللي هي مراتي. قطعته وسألته بتلقائية: صحيح، هي المدام فين؟ هي كانت في الشغل، بس أنا اتصلت بيها وقلت لها تيجي عشان والدتها تعبانة. مرضتش طبعا أقول لها اللي حصل في التليفون، قلت استنى لحد ما توصل وتبقى قدام عيني وأقول لها. تفكير سليم طبعا. كمل يا أستاذ إبراهيم. بس يا فندم، هي عايشة لوحدها بعد ما حماية مات الله يرحمه من حوالي 2 سنين، وبنيجي أنا والمدام والأولاد نشوفها كل يومين. وحضرتك اكتشفت الموضوع ده إزاي؟ قصدي يعني أنت متعود تيجي تزورها لوحدك بالنهار؟ الحقيقة العادي إننا بنيجي نزورها كل يومين زي ما قلت لحضرتك، وامبارح سهام مراتي اتفقت معايا نخلص شغل ونيجي على هنا. بس أنا النهاردة خلصت شغلي بدري، وبيني وبينك يا فندم أنا شغلي أقرب للبيت هنا عن بيتي، فقلت أجي أريح ساعتين على ما سهام تيجي. فاتصلت بيها وقلت لها إني خلصت وهروح عند مامتها لحد ما هي تيجي. أنت شغال إيه؟ أنا بشتغل مندوب عقاري في شركة عقارات. سمسار يعني؟ مش بالظبط كده. خلصت شغلك الساعة كام؟ خلصت على الساعة 2:30 كده يا فندم. وبلغت الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 4 العصر. بس أنت بتقول إن المسافة من الشركة لهنا قريبة، معقولة خدت الوقت ده كله عشان تيجي هنا وتكتشف الجريمة؟ لا طبعا، بس أنا بعد ما خلصت الشغل عديت على القهوة اللي على ناصية الشارع، قابلت هناك واحد وقعدنا نتكلم شوية، بعدها جيت على الشقة هنا. طب احكي لي إيه اللي حصل بالظبط من ساعة ما دخلت الشقة لحد ما بلغت. أنا لما وصلت رنيت الجرس مرة و2 و3، بس ما كانتش بتفتح، فطلعت تليفوني واتصلت بيها، قلت جايز نايمة ولا حاجة، أصل هي من عادتها بتقعد تتفرج على التلفزيون وتنام قدامه في الصالة، وأنا كنت سامع صوت التلفزيون جاي من جوه. رنيت عليها لكن برضه ما ردتش. وقتها خرجت المفتاح بتاعي وقلت هدخل بقى. هو أنت معاك مفتاح الشقة؟ آه يا فندم، ده مفتاح للطوارئ عشان لو حصل لها حاجة لا قدر الله. حضرتك عارف بقى ست كبيرة وقاعدة لوحدها، ممكن يجي لها غيبوبة سكر ولا الضغط يعلى فجأة، محدش ضامن. أنا وسهام كل واحد فينا كان معاه مفتاح للطوارئ. تمام، كمل. خرجت المفتاح ولسه بحطه في الباب، لقيت الباب بيرجع لورا، أتاريه كان مفتوح وأنا مش واخد بالي. طبعا اتخضيت جدا.
زقيت الباب وأنا بنده عليها بس مفيش رد. دخلت خطوتين 3 جوه، وساعتها شفت التلفزيون مفتوح، لكن هي ما كانتش موجودة. جريت على الأوضة جوه وأنا بنده عليها، وأول ما لقيت الأوضة مكركبة قلقت أكتر واتأكدت إن في حاجة غلط. دخلت كل الأوض وبرضه مش لاقيها، كنت هتجنن لحد ما خرجت الصالة وقربت من الأنتريه، وساعتها شفتها واقعة قدام الكنبة على الأرض وسايحة في دمها. ما كنتش عارف أتصرف إزاي، المنظر كان صعب. في الأول افتكرت إن أغمى عليها واتخبطت في الترابيزة لأن وشها كان في الأرض، لكن لما قربت منها وعدلتها لقيت طعنات كتير في بطنها. اترعبت وقمت وقفت بعيد عنها. في اللحظة دي تفكيري اتشل، خفت وكنت ههرب، بس رجعت وقلت وهرب ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. طلعت تليفوني وكنت هتصل بسهام، لكن قفلت الخط وقررت اتصل بالشرطة، وفعلا كلمتهم وبلغت، والباقي حضرتك عارفه. تمام، بس مش غريبة يا أستاذ إبراهيم إنك قربت من الجثة وقلبتها زي ما بتقول ومفيش أي نقطة دم على إيدك أو هدومك؟ لا، أنا فعلا قلبتها بس من بعيد، وكان في دم على إيدي بس، لكن أنا غسلت إيدي طبعا. تمام، هي المدام اتأخرت ليه كده؟ زمانها على وصول، المواصلات بتتأخر وهي شغلها بعيد شوية عن هنا. ولادك فين صحيح؟ عمر في الدرس هيخلص كمان ساعة، وماهر بيذاكر عند واحد صاحبه عشان عنده امتحان بكرة. تمام. سبته ومشيت بعيد عنه، وساعتها جالي حسام وقال بصوت واطي: هو حضرتك شاكك فيه يا باشا؟ كلامه مش مطمني، حاسس القصة مترتبة زيادة عن اللزوم، مفيش أي حاجة عشوائية، وده في حد ذاته ما يطمنش، بس عامة هيبان. هو البواب راح فين؟ نزل تحت يا باشا، تحب أبعت أجيبه؟ يا ريت يا حسام، محتاج أعرف شوية معلومات منه. أوامر يا باشا. بعد 5 دقايق كان البواب واقف قدامي، بصيت على هيئته لثواني وبعدين سألته: اسمك إيه؟ عصران يا بيه. بقالك كتير في العمارة هنا يا عصران؟ أنا هنا من 10 سنين وأكتر يا بيه. تعرف إيه عن فتحية؟ الست فتحية دي كانت ست كومبل ومفيش زيها، الله يرحمها يا بيه. يا ابني تعرف إيه عنها؟ هو أنا بقولك اوصف لي أخلاقها؟ أنا بسألك عن علاقتها مع الجيران والناس اللي حواليها، تحركاتها، كانت بتزور مين بيزورها. بص يا بيه، الست فتحية كانت ست عشرية جوي، والكل كان بيحبها، ما كانتش بتجسر مع حد. واجرب 2 ليها، الست فريدة والست توحيد، دول كانوا صحباتها الروح بالروح. ودول ساكنين هنا في نفس العمارة؟ ايوه يا بيه، الست فريدة ساكنة في الدور الثالث اللي تحتنا على طول، اما ست توحيد فساكنة في الشقة اللي فوق. غريبة يعني، ما شفتش ولا واحدة فيهم لحد دلوقتي. لا يا بيه، مش غريبة ولا حاجة، اصلهم مش موجودين. ليه، هم فين؟ الست فريدة سافرت عند بنتها من 2 3 كده، اصل بنتها متجوزة في الاسماعيلية. اما ست توحيد خرجت على الساعة 3 ولسه ما رجعتش. في كاميرات في العمارة هنا؟ لا يا بيه، اصل العمارة هنا امان، وعمر ما حصلت عندنا سرقة ولا جريمة زي دي. ماشي يا عصران، استناني انت هنا عشان احتاجك تاني. في اللحظة دي لقيت الاسانسير بيتفتح وبتخرج منه ست في الثلاثينات، كان باين عليها انها مخضوضة. بصت على المكان باستغراب وبدأ الخوف يبان عليها، واول ما شافت ابراهيم جريت عليه بسرعة وسألت بقلق: في ايه يا ابراهيم؟ ايه اللي حصل؟ ماما فين؟ اهدي يا حبيبتي، اهدي وانا هفهمك كل حاجة. تفهمني ايه؟ ماما فين بقولك؟ ماما جرالها ايه يا ابراهيم؟ كانت بتتكلم بدموع. قربت منها وقلت لها: مدام سهام، يا ريت تهدي وتحاولي تستوعبي اللي هقولهولك. مين حضرتك؟ انا فؤاد كامل، وكيل النيابة. نيابة؟ هو ايه اللي حصل؟ للأسف والدتك اتقتلت. خبطت بإيديها على صدرها وهي بتشهق وبعدين زعقت: ايه؟ اتقتلت؟ قالتها وجريت ناحية الشقة، لكن إبراهيم حاول يمسكها والعساكر منعوها من الدخول. فضلت تصرخ وتعيط بحرقة، وإبراهيم مسكها من دراعها لحد ما فجأة أغمى عليها. طلبت من العسكري يجيب كرسي بسرعة، قعدناها وبدأ إبراهيم يحاول يفوقها. خدت وقت طويل عشان تفوق، وأول ما فتحت عينيها بدأت تبصلنا باستغراب.
وكأنها بتدور على حاجة ضايعة منها، وكانت بتقول: ماما، فين ماما؟ رد عليها إبراهيم وهو بيمسك إيدها: اهدي يا سهام، اهدي يا حبيبتي. سبتهم ودخلت الشقة لحد ما إبراهيم يهديها، وجوه سألت واحد من أفراد المعمل الجنائي: لقيته أثر لاقتحام الشقة بالقوة؟ لا يا فندم، الباب ما فيهوش أي حاجة، الضحية هي اللي فتحت بنفسها للقاتل، أو القاتل معاه مفتاح. تمام، شكرا. القاتل معاه مفتاح. الجملة دي بتحط إبراهيم وسهام في دايرة الشك، إلا إذا كان حد تاني غيرهم معاه مفتاح للشقة. رحت ناحية الجثة وكان لسه الطبيب الشرعي بيفحصها. قربت منه وسألته: وصلت لحاجة تفيدنا يا دكتور؟ سكت شوية وبعدين رفع راسه وبصلي قبل ما يقول: والله يا فندم، الواضح لحد دلوقتي إن في مقاومة حصلت من الضحية قبل موتها، في علامات على إيديها، وكمان لاحظت إنها اتخبطت خبطة خفيفة في راسها من ورا، بس مش عارف لسه سببها إيه، بس ما لقيتش أي حاجة هنا ممكن تكون اتخبطت فيها. الوفاة حصلت إمتى؟ من حوالي 3-4 ساعات. بصيت في ساعتي وبعدين قلت له: يعني ما بين الساعة 2 للساعة 3 تقريبا. بالظبط كده يا فندم. هزيت دماغي وبعدين سرحت في اللي قاله. من 3-4 ساعات ما كانش في حد عنده الفرصة ومعاه المفتاح غير إبراهيم. جايز جدا يكون قتلها وسرق الشقة، وبعدين راح خبى المسروقات ورجع تاني. بصيت للدكتور وقلت له: شكرا يا دكتور. سبته وخرجت بره. كان إبراهيم واقف جنب سهام وبيحاول يهديها. راقبته من بعيد وفجأة لفت انتباهي إنه متعور في دراعه، في أكتر من خدش على إيده. قربت أكتر منه ودققت في إيده اللي كان بيطبطب بيها على كتف سهام. أيوة فعلا، في خدوش في دراعه. في اللحظة دي باب الأسانسير اتفتح، ولقيت واحدة في أواخر الأربعينات خارجة وباين عليها الرعب. وأول ما عينيها جت ناحيتنا جريت على سهام وهي بتعيط. وسعت لها أنا وإبراهيم، وهي دخلت خدت سهام بالحضن وانهارت في العياط. إيه اللي حصل يا سهام؟ صحيح فتحية ماتت؟ طب إزاي؟ بصيت عليهم لثواني وبعدين قلت لإبراهيم: تعال عشان عايزك. بصلي باستغراب ومشي ورايا. دخلت الشقة ووقفت بعيد عن الأنتريه، وبعدين بصيت على إيده وسألته: ممكن تفسر لي إيه اللي في إيدك ده؟ بحركة تلقائية شد كم القميص عشان يخبي الخدوش اللي في إيده. ابتسمت وأنا بقول له: أنا شفتها خلاص، بتداري إيه؟ حماتك اللي عورتك وأنت بتقتلها، مش كده؟ لا، أنا ما قتلتهاش. أمال إيدك اتعورت لوحدها؟ سكت شوية وبعدين قال بصوت واطي: لا، أنا اتعورت وأنا في الشغل. وإيه في الشركة ممكن يعمل فيك كده؟ بص يا فندم، أنا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط، بس أرجوك الموضوع ده يفضل سر ما بيننا. ماشي، قول. النهارده كان معايا معاينة لشقة في مدينة من المدن الجديدة. رحت وقابلت العميلة. بصراحة كانت حلوة قوي، وأنا في وسط الكلام كده حاولت ألطف معاها، بس هي اتعصبت عليا. فالقط بتاعها أول ما شافها بتزعق في وشي نط من على دراعها وهبش فيا. حاولت أبعده عني فخربشني الخربشة دي. ضحكت بصوت عالي وبعدين قلت له: لا يا راجل، يعني أنت عكست الست فالقط خربشك؟ لا، مؤلف عظيم يا هيمة. ما فكرتش تشتغل في السيما وتكتب أفلام وكده؟ كان بيبصلي بذهول، وبعد ثواني قال لي: يا فندم دي الحقيقة والله العظيم. هزيت دماغي وأنا لسه بضحك. ماشي، يا ترى بقى أخدت تطعيم القطط؟ تطعيم إيه ده؟ قط نضيف، يعني أكيد بياخد التطعيمات بتاعته ومفيش خطر منه. ضحكت بصوت أعلى. لا 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 لا، مش ممكن يا إبراهيم، بجد أنت هايل، مذاكر ومحضر كل حاجة. والله العظيم ده اللي حصل. طب ثواني. ندهت للطبيب الشرعي وأول ما وقف قدامي قلت له: أنا عايزك تبص على الخدوش دي دلوقتي وتقولي إذا كانت من قط ولا من ضوافر الضحية. مسك الدكتور إيد إبراهيم وبدأ يفحصها، وإبراهيم كان باين عليه التوتر وإيده بتترعش. كنت ببص له وأنا مبتسم، لكن الدكتور رفع راسه وقال: دي إصابات من قط فعلا، ولازم ياخد المصل فورا. اتنهد إبراهيم بارتياح وقال: شفت بقى إني مش بكدب على حضرتك؟ نفخت بضيق وسكت. الدكتور اتكلم وقال لإبراهيم: أنت لازم تروح المستشفى تاخد المصل دلوقتي.
لا مش مهم، ابقى اروح لما اطمن على مراتي. ما ينفعش، الخدوش خطيرة جدا. بصيت لابراهيم وقلت له بهدوء: اسمع كلام الدكتور يا ابراهيم، وانا هبعت معاك حد من هنا يوصلك ويطمن عليك. شكرا لحضرتك. بعت معاه حد فعلا عشان يطمن عليه. بعدها خرجت بره، وكانت لسه سام قاعدة على الكرسي ومنهارة، ولقيت الست دي واقفة جنبها وهي كمان منهارة في العياط. قربت منها وقلت لها: أنا آسف طبعا، بس مين حضرتك؟ رفعت راسها وبصت لي قبل ما تقول وسط دموعها: أنا توحيد، جارة فتحية الله يرحمها. مدام توحيد، البقاء لله. ونعم بالله، ما عرفتوش مين اللي عمل كده؟ سؤالها فاجئني. سكت شوية وأنا ببص لها، وساعتها كملت كلامها وقالت: اللي عمل كده لازم يجي ويدفع الثمن. هزيت دماغي وأنا بقول لها: طبعا ما تقلقيش، هنجيبه ويدفع الثمن، بس أنا كنت محتاجة أتكلم معاكي شوية. أنا مش قادرة أتكلم دلوقتي. لا معلش، بس أنا عايز مساعدتك عشان نجيب العمل كده ويدفع الثمن. سكتت وبعدها قالت لي: اتفضل. لا مش هينفع هنا، تعالي معايا. خدتها ودخلنا الشقة. وقفت بعد كام خطوة وقلت لها: كنت فين النهاردة الساعة 3؟ كنت في النادي. النادي؟ أيوه، أنا متعودة كل يوم خميس أروح من 3 ل5. بصيت في ساعتي وقلت لها: بس الساعة دلوقتي داخلة على 7، هو النادي بعيد قوي كده؟ لا النادي ربع ساعة من هنا، بس أنا خلصت وعدت اشتريت شوية حاجات. وفين بقى الحاجات دي؟ هو في إيه يا فندم؟ هو أنا متهمة بحاجة؟ لحد دلوقتي لسه، لكن هيبان لما نخلص. فين الحاجات اللي اشتريتيها؟ سكتت وبعدين قالت لي: أنا ما اشتريتش حاجة، الحقيقة إني عديت على الكوافير ظبطت شعري. اسمه إيه الكوافير ده؟ ومكانه فين؟ قالت لي على اسم الكوافير وعنوانه. وقتها طلبت من حسام يبعت حد يتأكد من وجودها هناك في الوقت اللي قالت عليه. بعد كده رجعت سألتها: أنت عايشة لوحدك؟ لا معايا ابني كريم. عنده كام سنة؟ 20 سنة. كان موجود في البيت وقت ما نزلتي؟ أنا سبته في البيت، والمفروض إنه كان نازل الساعة 4 عشان عنده تمرين في الجيم. أنا عرفت إنك كنت قريبة جدا من المرحومة. تقدري تقولي لي إذا كانت اتكلمت معاكي في حاجة الفترة الأخيرة؟ يعني حد طلب منها فلوس، حد هددها بحاجة، الكلام ده؟ لا خالص، ما قالتليش حاجة زي دي. يعني ما اتكلمتش معاكي في حاجة زي دي أبدا؟ لا ما اتكلمتش. طب اتفضلي استنيني بره عشان هحتاجك تاني. حاضر. سابتني ومشيت. وقفت في مكاني وأنا بفكر في كلامها. اللي ارتكب الجريمة دي واحد من القريبين من فتحية. إبراهيم كان موجود في نفس توقيت الجريمة، وتوحيد هي كمان كانت موجودة. عصران بيقول إنها خرجت الساعة 3، وجايز جدا تكون ارتكبت الجريمة ونزلت عشان تداري المسروقات. بس هي قالت إن ابنها كان موجود في البيت. مستحيل تكون طلعت بالمسروقات والدم على هدومها ودخلت البيت عادي كده، إلا إذا كان ابنها مشارك في الجريمة دي. محتاجة أتكلم مع سام عشان أعرف معلومات أكتر عن علاقة فتحية بكل اللي حواليها. خرجت بره ووقفت قدام سهام اللي كانت هديت شوية رغم إنها لسه بتعيط. مدام سهام، أنا عارف إن الوقت مش مناسب، بس لازم نتكلم. مسحت دموعها وقالت بصوت ضعيف: أنا تحت أمر حضرتك، أهم حاجة حق ماما يرجع. أكيد هيرجع إن شاء الله، اتفضلي معايا. بصيت بعدها لتوحيد وقلت لها: مدام توحيد، عندك مانع لو اتكلمت أنا ومدام سهام في شقتك؟ زي ما أنت شايفة كده الوضع هنا صعب، وبعدين أنا بقول ترتاح عندك شوية. سكتت لثواني قبل ما تقول: طبعا اتفضلوا. ركبنا الأسانسير وطلعنا شقة توحيد اللي فتحت الباب ودخلتنا. كانت ماشية قدامنا ناحية الصالة، لكن فجأة سمعت حد بيقول: انت جيتي يا ماما؟ لفت توحيد وشها وبصت له: كريم؟ بصيت عليه وكان باين من منظره ان في حاجة مش طبيعية. تحت عينيه اسود بشكل رهيب. توحيد بصت لي وقالت: اتفضلوا انتوا ادخلوا الصالون وانا جاي حالا. هزيت دماغي ومشيت انا وسهام. اما هي فقربت من كريم وسمعتها بتقول له: انت ما نزلتش ليه؟ ما انا قلت لك مش هنزل يا ماما، انت ليه مصممه تخليني اعمل حاجه انا مش عايزها؟
طب بس وطي صوتك، واتفضل ادخل اوضتك وما تخرجش منها غير لما اقول لك. قعدت على كرسي الانتريه قدام سهام، وكانت عيني على توحيد وابنها بره. لاحظت ان كريم بيهرش في مناخيره كتير، ومن شكله مستحيل يكون عدى حتى من قدام جيم، مش تقول لي بيتمرن. توحيد دخلت مع كريم في الطرقه واختفوا من قدام عينيا. وقتها لفيت بصيت لسهام وقلت لها: انا عايز اسالك شويه اسئله بسيطه، واتمنى ما تتضايقيش منها، واتمنى كمان تجاوبيني بصراحه. ده لو كنت فعلا عايزه توصلي للعمل كده في والدتك. اكيد عايزه اوصل له. تمام، قولي لي بقى، ابراهيم جوزك بيتعرض لمشاكل ماديه الفتره الاخيره؟ ايوه، بقالنا كام شهر الدنيا مش احسن حاجه، وهو بيحاول بكل جهده يحافظ على استقرار البيت، وانا كمان بحاول اساعده. طب هو ما حاولش يطلب فلوس من والدتك؟ لا، ما قاليش على حاجه زي دي ابدا. صحيح، هما الاولاد فين؟ هما متعودين يتاخروا قوي كده؟ لا، انا كلمت عمر وقلت له يطلع على بيت جده اللي هو حمايه. اما ماهر فحاولت اوصل له بس قافل تليفونه. انا لاحظت ان كان في علبه ذهب كبيره في الدولاب وكانت فاضيه. والدتك كان عندها ذهب كتير؟ اه فعلا، ماما الله يرحمها كان بابا جايب لها ذهب كتير وهي محتفظه بيه. ومين عنده المعلومه دي غيرك؟ كلنا عارفين بموضوع الذهب ده لانها كانت بتلبسه دايما. حتى انا كنت بقعد اقول لها: يا ماما بلاش تلبسي الذهب ده كله عشان محدش يطمع فيكي. بس هي ما كانتش بتسمع كلامي، وكانت بتقول لي سيبيني اتمتع بيه شويه قبل ما اموت. يعني كل اللي حواليها كانوا عارفين بالذهب. طب هي كانت بتصرف منين؟ من معاش بابا الله يرحمه، كان بيجي لها حوالي 10,000 جنيه في الشهر. طب والدتك قبل ما تموت ما قالتلكيش ان في حد طلب منها فلوس؟ لا، من حوالي اسبوع كده قالت لي ان طنط فريده طلبت منها 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ وهي ادت لها المبلغ ده؟ لا، قالت لها ان مش معاها الفلوس دي. طب هي مامتك ما قالتلكيش فريده كانت محتاجاهم ليه؟ قالت لها عايزاهم عشان بنتها مزنوقه فيهم وهترجعهم على طول. رجعت بظهري في الكرسي وانا بفكر في كلام سهام. فريده كان محتاجه فلوس عشان بنتها، وفي نفس توقيت الجريمه سافرت لبنتها. صدفه غريبه، او مش صدفه. اتصلت بحسام وطلبت منه يوصل لفريده باسرع وقت ممكن. بنسبه كبيره هي اللي قتلت فتحيه وسرقت الذهب. وبعد ما قفلت معاه لقيت توحيد داخله علينا وهي بتقول: انا قلت اسيبكوا عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. بصيت لها بابتسامه وبعدين قلت لها: هو كريم ما راحش الجيم، شكله كده ملوش في الرياضه. وشها اتغير وقعدت على الكنبه جنب سهام وهي بتقول لي: لا بس بحاول معاه. انا لاحظت انه مرهق وتحت عينيه اسود، شكله بيذاكر كتير. سكتت ثواني وهي بتبص لي، بعدها قالت بتوتر: فعلا المذاكره واخده كل وقته. في اللحظه دي بصت لها سهام باستغراب وقالت لها: مذاكره ايه يا طنط؟ ما احنا عارفين ان كريم ما بيفتحش كتاب، وان طول الليل بيسهر مع اصحابه، وعارفين كمان انه بيشرب الزفت ده. اتاكدت من تخميني، كريم مدمن، ووجود مدمن قريب من مسرح الجريمه يخليه المشتبه فيه الاول. ابتسمت وانا بسال توحيد: كريم بيتعاطى صح؟ بصت لسهام نظره كلها عتاب، وبعدين بصت لي وقالت: ايوه، حاولت كتير امنعه عن الهباب ده لكن ما قدرتش. وطبعا حاولت تخبي عشان عارفه اني اكيد هشك فيه، بس انا كده كده كنت هدور وراه، ودلوقتي انا محتاج اتكلم معاه. كريم ما عملش حاجه، كريم عمره ما هيأذي فتحيه، انا متاكده. مدام توحيد، ابنك مدمن، والمدمن ممكن يعمل اي حاجه عشان يوصل للفلوس. لا، كريم مش كده ابدا، صدقني. بعد اذنك ادخلي هاتي كريم بدل ما اتعامل معاه بالقوه. قامت وقفت والدموع في عينيها وخرجت من الانتريه. خرجت وراها لحد ما دخلت الطرقه، وقفت جنب الباب الشقه ومستنيها تخرج، لكن بعد دقيقه خرجت تجري وقالت لي بانهيار: كريم مش موجود. فتحت باب الشقه ونزلت جري للدور اللي تحت. امرت العساكر ينزلوا وراه. ازاي ما خدتش بالي وهو بيخرج؟ بعد دقايق بلغوني انهم مسكوا كريم تحت وركبوه البوكس. طلبت من الطب الشرعي ينقل الجثه للمشرحه ويبعت لي التقرير، وكانوا خلصوا رفع البصمات والادله. بعدها رجعت المكتب وقلت للعسكري يدخل كريم، واول ما وقف قدامي قلت له:
قتلتها عشان الفلوس مش كده؟ أنا ما قتلتهاش سعادتك، مستحيل أقتلها. أمال هربت ليه؟ عشان كنت عارف إنك هتشك فيا أول ما تعرف إني مدمن. بس أنا والله ما قتلتهاش، وعندي إثبات على كلامي. إيه بقى اللي يثبت إنك ما قتلتهاش؟ أنا كنت قاعد على اللاب بتكلم مع واحدة صاحبتي من الساعة 2 لحد الساعة 5 تقريبا. تمام، ولما أنت واثق من نفسك كده هربت ليه برضه؟ معرفش، أنا خفت وده اللي جه في دماغي ساعتها. وفين بقى اللاب بتاعك؟ في الشنطة اللي كانت معايا. طلبت من العسكري يجيب الشنطة اللي كانت مع كريم، وبعد ما جابها فتحتها وطلعت اللاب، وطلبت منه يوريني الدليل اللي بيقول عليه. وفعلا لقيت مكالمة فيديو بينه وبين واحدة صاحبته زي ما قال، ومدة المكالمة 3 ساعات متواصلة. وده معناه إن كريم بريء فعلا. أفرجت عنه بعد ما طلبت ياخدوا بصماته ويبعتوها للمعمل الجنائي. وبعد ما كريم مشي اتصل بيا حسام وبلغني إنهم قدروا يوصلوا لفريدة. الضابط كان مستنيها في موقف الإسماعيلية، وأول ما وصلت اتحفظ عليها وعلى الشنطة اللي معاها. لكن لما فتشوا الشنطة ملقوش فيها أي حاجة غير هدومها. كنت هتجنن. أمال مين اللي قتل فتحية؟ في اللحظة دي افتكرت حاجة. ماهر ابن إبراهيم وسهام كان مختفي طول اليوم ده. اتصلت بحسام وطلبت منه يعمل تحريات عنه، وبعد ساعات عرفت إنه شاب في الجامعة، لكن فاشل جدا ومصاحب عيلين مسجلين خطر. ويوم الجريمة كان معاهم لحد الساعة 10 بالليل، وفي شهود شافوه داخل بيت العيلين دول ومعاه شنطة كبيرة وخرج من غيرها. أصدرت أمر فورا بالقبض عليه وعلى الاتنين اللي معاه، وفي خلال ساعات كانوا ال3 واقفين قدامي. ماهر كان واقف باصص في الأرض. بصيت له بقرف وبعدين قلت له: قتلت ستك ليه؟ ما ردش عليا، فكملت كلامي وقلت له: أكيد طبعا عشان تسدد العيال دول تمن الهباب اللي بتشربه. اتكلم وهو باصص في الأرض: أنا ما بشربش حاجة. أمال كنت محتاج الفلوس تعمل بإيه بيها؟ سكت وما ردش. بصيت للاتنين وسألتهم: قتلتوها ليه؟ رد واحد منهم وقال: احنا ما قتلناش حد يا باشا، الواد ده هو اللي قتلها. احنا كنا قاعدين في امان الله، لقيناه داخل علينا ومعاه شنطة مليانة فلوس وذهب. بصيت له مرة تانية وانا بقول له: كمان يعني انت اللي قتلتها لوحدك من غير مساعدة؟ ايه الاجرام ده؟ كان رافض يتكلم، لكن بعد ما خرجت الاتنين بره واتكلمت معاه اعترف بكل اللي حصل وقال لي: انا كنت بلعب بكل الفلوس اللي معايا. العيال دول خدوا كل اللي حيلتي وكان لازم اعوض خسارتي. عشان كده رحت لها يومها، رنيت الجرس واول ما فتحت لي دخلت، وهي قفلت الباب ورايا ودخلت وهي بتقول: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا ستو. اجيب لك تاكل؟ لا يا ستو مش جعان. طب هعمل لك شاي معايا، انا كده كده حاطه الميه على النار. دخلت المطبخ عشان تعمل الشاي، وساعتها بدأت أفتش في أدراج النيش على الفلوس، بس ما لقيتش حاجة. رجعت قعدت مكاني تاني لما حسيت بيها جاية. حطت الصينية على الترابيزة وقعدت على الكنبة، ووقتها قالت لي: ازاي ماما وبابا والواد عمر عامل ايه؟ كلهم كويسين الحمد لله. كنت بكلمها وعيني على الدهب اللي مالي ايديها، لدرجة انها خدت بالها وقالت لي: مالك يا ماهر في ايه؟ ستو انا محتاج فلوس. فلوس ايه اللي محتاجهم؟ عايز كام؟ 10,000 جنيه. كام؟ وانت عايز المبلغ ده في ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه وخلاص يا ستو، وهبقى ارجعهم لك تاني. ترجع لي ايه انت هبل؟ وانا هجيب لك الفلوس دي منين؟ من الدهب ده. لا ده انت باين عليك اتجننت فعلا. قمت من مكاني وقربت منها وانا بقول لها: ما انا مش هنزل من هنا غير ومعايا الفلوس. حاولت تقوم لكن زقتها وقعدتها مكانها تاني، وبدأت أقلعها الدهب من ايديها. كانت بتصرخ بصوت عالي. حاولت اسكتها بس هي زقتني وقامت وقفت. وقتها طلعت المطوة من جيبي وضربتها في بطنها، ضربة في التانية في التالتة، لحد ما قطعت النفس ووقعت على الأرض. وهي بتقع راسها اتخبطت من ورا في سن الترابيزة. نزلت على ركبتي وبدأت أقلعها الدهب. بعد كده دخلت أوضة النوم بتاعتها، خرجت العلبة القطيفة وخدت بقية الدهب. بعدها دورت في الشقة على الفلوس. كنت عارف إن معاها فلوس كتير، بس ما كنتش عارف مخبيهم فين.
فضلت أدور لحد ما لقيتهم تحت السرير في الأوضة اللي كنت بنام فيها أنا وعمر لما بنبات عندها. يعني الفلوس كانت تحتي وأنا ما كنتش باخد بالي منها طول الوقت ده. ولما خلصت حسيت باللي أنا عملته، لكن مفيش وقت. جبت فوطة وبدأت أمسح بصماتي من المكان كله، وبعد ما خلصت حطيت الذهب والفلوس في شنطة الظهر ونزلت. وأنا نازل استنيت لحد ما عصران اتحرك من قدام العمارة. بعدها خرجت رحت للعيال على الشقة، قلت لهم إني عايز ألعب وأعوض خسارتي، لكن كنت بخسر أكتر لحد ما خسرت كل الفلوس اللي معايا، وبدأت ألعب على الذهب وبرضه خسرت. أنت اللي زيك مستحيل يكون بني آدم، أنا مش هسيبك غير لما أوصلك لحبل المشنقة. اتحولت القضية للمحكمة واتحكم عليه بالإعدام، لكن عمري ما نسيت القضية دي بكل تفاصيلها. قضية بشعة جدا، فيها غدر وخيانة أمانة ودم بارد، تخليك تقف عاجز قدام اللي الإنسان ممكن يعمله لما تنعدم الرحمة من قلبه ويبقى أبشع من الحيوانات. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكر جدا شادي إسماعيل على كتابتها، وبشكركم انتوا كمان انكم وصلتوا معانا لحد هنا. لو القصة عجبتكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجديد دايما. واستنونا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.